اتبرع للمؤسسات الخيرية اللي بتكلمني في التليفون في رمضان واتبرع واتبرع ولو بجنيه والكلام ده طبعا لا. ده من بداية الكلام. ليه يا معلم؟ ايه ده؟ انت ضد الخير ضد الكلام ده؟ لا. بس بكل بساطة مفيش شركة من الشركات دي اللي هي بتدعي الخير بتقول لك كام في المية من الجنيه بتاعك بيوصل للهدف اللي هو معمول عشانه. ايه ده؟ هو مش كل الجنيه بيوصل؟ يعني لو اتبرعت ب 100 جنيه مش كلها بتوصل؟ لا مش كلها. ليه؟ القائمين عليها. دي حاجة إسلامية عادي جدا إن القائمين على الصدقة لازم ياخدوا فلوس، ودي ما فيهاش أي حاجة. بس الفكرة إن هم بيقولكش 1% ولا 2% بيروح للهدف ولا 99%. يعني أما تلاقي تقعد تبص على الشركات دي اللي هي بتقول الخير الخير الخير، تلاقي مبنى ناطحة سحاب. حضرتك ده جاي من فلوس مين؟ يعني من فلوس التبرعات. طب ما الفلوس دي ما راحتش للهدف اللي أنا بتبرع عشانه. يعني إيه الفكرة إن أنت تعمل لي مبنى قد كده؟ طب مرتبات السي اوز بتاعتهم قد إيه؟ 150 مليون في السنه، 200 مليون في السنه، ارقام غبيه. شوف عربياتهم. هم دول اللي بيعملوا خير؟ يا سلام، انا نشتغل في الخير بقى. طيب تتحايل عليهم والنبي قولوا لي بيوصل 20%؟ يعني انا دفعت جنيه هيوصل 20 قرش ولا هيوصل 80 قرش ولا هيوصل قرش ولا مش هيوصل اصلا؟ محدش بيرد عليك ولا حد هيقول لك اي حاجه. فصباح الفل. طب انا اتبرع بفلوسي فين؟ ده سؤال طبيعي. اطلع يا باشا على السجن هتلاقي غارمات. الغارمات دول دفعوا فلوس 2000 و3000 عليهم و5000 و10000 عشان يجوزوا بناتهم اللي هم عاوزين يسطروهم. اوكي، وده حاجه قويه جدا. مسلمه، مسيحيه، يهوديه، كافره، مش فارقه. بس الناس دي مسجونه في 2000 و3000 جنيه على بيتسجنوا 5 سنين زيهم زي الناس اللي بتسرق 100 مليون و50 مليون وبيتسجنوا برضو 5 سنين. فهي مش فارقه. فانت لو انت اولى عاوز تساعد حد بكل بساطه اطلع على السجن هتلاقي ناس. طيب ادي الناس اللي بتجري ورايا في الشارع اياك. ده حرام. ده بكل بساطه. ربنا بيوصف لك الناس اللي تديلهم في القران، بيقول لك ايه؟ ان هو هتلاقيهم ايه؟ متعزز، نفسيته حق عاليه عليه، مش هيجري وراك. عمره ما هيجري وراك. اللي بيجري وراك ده مش محتاج. وعاوز تتاكد من كده قول له انا هجيب لك شغل هيمشي. اقسم بالله جربها. جربها. جهاتهم اللي هم اتنين تلاته تعالوا انا هخليكم تنضفوا وتاخدوا 5000 جنيه في اخر الشهر. ولا هيجوا ولا نيله يا ابني. دول شحاتين يا ابني. اياك تدي الناس دي. تدي مين؟ تدي اللي انت متاكد انه محتاج. حد واحده غارمه اكيد ما بتمثلش. يعني خلاص هي في السجن، انت عاوز ايه اكتر من كده؟ اوكي، في ناس محتاجه بس دور عليهم. والاقربون اولى بالمعروف. يعني لو في عيلتك حد مش قادر مش عارف ايه، روح اديله. طب انت دخلت الجيش وكان معاك ناس على قد حالها، كلمهم واديلهم. هم دول الاولى. الناس اللي انت عارف ومتاكد ان هو هياخد الفلوس دي هياكل بيها هيتعالج بيها. اطلع يا سيدي على مستشفيات حكومه هتلاقي ناس قد كده محتاجه علاج. جيب لهم علاج سهله. خدهم على مستشفى احسن. يعني وسائل التبرع اتعب شويه، لكن تدي للناس اللي بياخدوا الفلوس يحطوهم في جيبهم اياك. ده حرام. ده انت كده اديك عرفت. عشان بس زمان ما كنتش تعرف، دلوقتي انت تعرف. اياك تدي لهم. المفروض دول ما ياخدوش ولا جنيه. دول يقفلوا. لان دول بيختنوا على قفا ان احنا بنساعد الناس. ده طبعا فتي وكذب وحاجه ما ترضيش ربنا في رمضان.